مشاهدي قناه ام يونس. اليوم راح نقدم لكم وصفه الشربات. انايا جبت حبه ليمون قطعتها هكذا كبيره. راح نجيب بول ندير فيه هذا الليمون تاعي وشويه ماء حوالي كاس، نميكسيهم بهذا الطاس ونعاود نرجع. هنايا انا ميكسيت الحبه تاع الليمون، جبت شويه نصفيها. هذا الليمون ديالها كيما راهي بها بالقشور نتاعها، كنحطو نميكسيوها في البول، ما نخليوهاش تتميكسا بزاف باش ما ترجعلناش المذاق ديالها فيها واحد المذاق مر. هكا نصفيها. هنايا اللي عندها فاكهه كيما نقولوا توت بري او فراز ولا برتقال، ديرها تميكسيها طاباغ، تعاود تصفيها معاهم. هنايا نكملوا الطريقه. انا هنايا عندي كميه تاع التوت البري، راح نزيد نميكسيه وحده ونخلطو معاه. انا هنايا درت هذاك التوت البري تاعي، راح نفوت نصفيه، عفوا نصفيه هكا. هيا درت هذاك التوت البري، راح نفوت نصفيه نخليه يقطر، عاود نرجع. هنايا بالنسبه للشربات نتاعنا كنديروهم مع الليمون ما نحطوش السكر مباشره مع الليمون ونميكسيوه، راح يتبدل لنا المذاق ويدير لنا هذيك المروريه فيه، ما راحش يجينا العصير. هنايا اللي تحب تخليه ليمون كيما راهو تخليه عادي. تخليهم نورمال الشربات الطبيعيين كيما اللي نعرفوهم، دير غير الليمون وتزيد له الماء. هنايا نخلطو كاس قبل ومن بعد نذوقو، الا خصنا نزيدو. انا هنايا لحد الساعه درت كاس، نقعد نخلط. كنذوق. انا هنايا كي درت كاس كيما راهو راح مليح، ما عندي باش نزيد له السكر. هنايا من نصيحه، من الاحسن نديرو السكر بالعقل وندوقو. انا هذه الكميه خرجت لي 2 لتر ونصف. انا هاوليك العصير اللي خدمت بالليمون والتوت البري. هنايا قلت لكم كل وحده واش تحب تضيف مع الليمون. بالنسبه للسكر حتى انا نميكسيو الفواكه نتاعنا باش نحطوه باش ما يتغيرناش الذوق تاعو الى المر، ما نفسدوش المذاق. شوفوا كيفاش جا واحد اللون هايل. ديروا لنا جيم للفيديو هكذا تشجعونا نقدموا لكم وصفات جديده ورائعه في المنزل. السلام عليكم.